بتقول ان ابنها اللي ولدته مش لاقياه. الست اللي قدامك دي اسمها ايمان. ايمان ست من الزقازيق في محافظة الشرقية. بتقول انها راحت تولد ابنها سليم، ولكن جم بعدها قالوا لها ان الولد ضعيف شوية فهو هيخش حضانة. فهي بتقول انا كده يعني كده كده كنت متوقعة ان هو هيخش حضانة، لان الدكتورة اللي كانت بتتابع معاه قالت لها ان هو هينزل يعني ضعيف شوية. فقالوا خلاص تمام هيدخل الحضانة. فبتقول جوزها راح يخلص الاجراءات والحاجات دي، وكل يوم يروح يشوف ابنه، كل يوم يروح يطمن يقولوا له الدنيا تمام ومفيش اي حاجه. ولكن جوله في يوم قالوا له ده الولد متوفي من الفجر. فهنا كانوا مستغربين، طب ازاي متوفي من الفجر؟ طب ليه ما قلتوش؟ ما احنا كنا هنا اساسا من كام ساعه. قال لك لا ده متوفي يوم وايه ومتوفي من الفجر اصلا. فقالوا لهم طب خلاص ايه الاجراءات؟ قال لك الاجراءات والله ان حد يجي يستلم. فبتقول ان هم راحوا علشان يستلموا، قال لك الولد مش لاقيينه. وهنا بتقول انها كانت مشكله كبيره. طب ازاي ولد والمفروض ان ده امانه عندكم انتم وفي الحضانه، يعني انت مش سايبه في شارع، ده في الحضانه اللي جوه المستشفى. فبتقول قالوا لها لا احنا الولد مش لاقيينه. فبعدها طب ازاي مش ازاي، وفضلوا على الموال ده معاها المستشفى تقول لا مش لاقيينه، التانيين يقولوا طب احنا عايزين الولد، طب هندفن ايه، طب ايه، لحد ما جم قالوا لها لا الولد اهو موجود. فبتقول راحت او جوزها راح عشان يستلم الولد، فمش عايزين يعملوا الدي ان ايه. وبتقول ان الورقه اللي هي الورقه اللي بيبقى مكتوب فيها التفاصيل بتاعت الولد جات لهم ومشطوب على الاسم، يعني مكتوب سليم ولكن كان في اسم تاني، بعد كده اتشطب على الاسم التاني بتاع الاب والجد واتضاف الاسم اللي هو بتاع ابو سليم اللي هو جوز السيده ايمان. فهنا طبعا الست بتقول ان هي كل اللي عايزاه انها بس تطمن ان ده ابنها اللي هي بتستلمه. ويقال ان هي كانت منزله بوست بتقول ان هي كانت رافضه الاستلام اللي جوزها رايح يستلمه ده، ان هو ان هي مش موافقه على الاستلام ده، وهي بس بتطالب وعايزه دي ان هي عشان تطمن ان الشخص المتوفي ده ابنها. فبتقول برضو ان جالها طلب ان النيابه هتحقق في الموضوع، وهي المفروض مطلوبه للشهاده في الموضوع ده في النيابه، وهيبان تفاصيل الموضوع ده كله. احنا بس بنطالب بحاجه، ان الست دي لو فعلا ليها حق يعني كل الجهات تتكاتف معاها ونعرف ايه القصه. لان وارد يكون في مثلا سوء تفاهم، وارد يكون في اي حاجه، ولكن خلينا معترفين ان دلوقتي كده يبقى في تقصير. كون ان المستشفى على كلامها، لو هي اللي بتقوله فعلا صح على كلامها، ان المستشفى تقول لها احنا مش لاقيين الولد في الحضانه، فده تقصير كبير جدا. احنا كل بس اللي عايزينه ان الست دي يعني تهدى شويه، اعصابها تهدى. كفايه بس ان ابنها توفى، فاحنا بنطالب ان حد يطمنها، حد يقول لها اه ده ابنك. يعني الست خلاص حمدت ربنا وصبرت، وحتى قالت ان هو يعني اتوفى، ده قضاء وقدر، انا راضيه بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اطمن ان انا اللي رايح ادفنه ده ابني. فربنا يصبر قلبك، ربنا يا رب ينزل سكينته عليكي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يطمنك، وباذن الله الامور يعني تعدي على خير. ربنا يا رب يصبرك.